اي نوع من الخبز، واي بقى سبريد مع اي حاجه، بس اساسي الكنابيه يبقى معاه خبز. لو ما فيهوش خبز خرج من حته الكنابيه بقى في حته تانية. يعني شروط انك تعملي كنابيه يبقى مبني على الخبز، يا اما توست يا اما عيش يا اما باجيت يا اما ايا كان نوع من الخبز، بسكويت، اي حاجه نقدر نقول عليه ايه؟ كنابيه. خبز وسبريد اي حاجه، زبده، جبنه كريمي، اي حاجه من الانواع دي يبقى اسمه كنابيه. الطبس لا. فكره الطبس جايه منين؟ الطبس دي جايه من اسبانيا. هي فكره اساسا نشأت في اسبانيا. كان ملك اسبانيا بيمر على زي ما يقولوا على المدن وكده، فماشي في بار، فطلب كاس وهو قاعد، فطبعا البارمان جاب له الكاس بتاعه، فشرب شويه من الكاس وسابه على سطح المكان اللي هو بيشرب عليه، على البار نفسه، وراح يبص على حاجه، فالبارمان لقى سوري الفلاينج بيطيروا، يعني حته دراي بيف اللي هي زي البسطرمه، حطها على الايه، على الكاس يغطي بيها الايه، الكاس، وسابها. فلما جه الحاكم لقى دي محطوطه على الايه، على الكاس، راح واكلها وشرب، عجبه ايه؟ الطعم. اه. فمن ساعتها قال لك ايه؟ دي ايه؟ طبس. طبس كلمه غطا، كلمه ايه؟ غطا. فاساس كلمه طبس جايه من الاسبان، هما اللي عملوا. ابتدت تتطور الكلمه من دوله لدوله ودوله، زي البيتزا كده. البيتزا لما منشأها في ايطاليا ابتدت بقى ايه؟ تنتشر بقى، امريكان بيتزا، معرفش ايه، مصري، اورينتال، بقت تنوعت الفكره وبقت مشهوره في العالم كله. ولكن الطبس خدت شهره اكتر في ايه بقى؟ ان بقى يعملوا لها احتراما لقوميتها، او ان هي تحمل المعاني ال- الشخصيه الاسبانيه. ما هو الاكل ثقافه. ابتدوا يعملوا لها مسابقات دوليه على مستوى الايه، العالم. فابتدوا يطبقوا فكره الطبس، ابتدت تتطور وتشتهر وتتعمل باشكال مختلفه جدا. من ضمنها ان الشيف لما بيجي بيعمل منيو بياخد من كل ايتم عنده حاجه عشان يظهر قدرته وبراعته، ويحط لك في المنيو قبل ما تيجي تاكل وقبل ما تعمل حاجه. لما تروح مكان هاي كلاس او دايننج روم يجيب لك طبق قد كده، حته بسطرمه لافف جواها بلح مع جبنه بالكريمه، وحاططها لك. تيجي انت تاكلها يجري ريقك ويخليك بقى ايه، تستعد انك عايز ايه، الاكل يخش لك. يحط لك حته مثلا حته جمبري، ضاربها ودقيقها وفاردها ولاففها من جواها باي حاجه، بكريمه، بموس، باي حاجه، وحاططها لك في الطبق مع صوص مثلا مانجا، اي افوكاتو، ويجي ياكله يعجبه الايه، الطعم. فاصبح هنا الموضوع شيق، بقى كل شيف بيبين براعته وقدراته ومهاراته، انه يبين انه يشغل الخامات دي بشكل محترف. فضروري جدا تعرفوا الفرق بين الكنابيه والطبس. هما بيخضعوا تحت مسمى الفود فينجر، الاكل اللي هو باكله على قطمه واحده، سواء الكنابيه او الطبس.
بس هنا بيختلف في الخصائص بتاعت ده والخصائص بتاعت ده. اصبح بقى ايه اللي تحت إيه مسمى فود فينجر سناك، او عندي حفله كوكتيل، او عندي حفله سواريهات. يا اما انا اشتغل سواريه وابتدي اعمل سواريهات محترمه، منها ما بين الكنابيه ومن الطبس، بتعتمد على الابهار والشكل الحضاري المميز. على سبيل المثال وليس الحصر، يعني لسه كان كلمني شيف اماني والشيف على السالوزينات، ولا يحط لك جبنه رومي بسازونات قد كده وتاكلها. دي ملهاش علاقه بالايه، بالكنابيه خالص. دي حاجات تعتبر يعني لايت ابيتايزر، حاجات لايت كده بتتاكل، يعني ايه مع محطوطه. لكن انت في حفله كوكتيل بتقدم حاجات، او راجل اعمال او راجل مدير شركه مش فاضي ياكل ويشرب وينزل محل وياكل اكل كده، بيطلب